تجبر أن تأكل مع العائلة وأن تؤنسهم، ثم فجأة تسمع انتقاداتهم لك، فتبتلع اللقمة كأنك تبتلع غصة، وتضحك كي لا تظهر كسرك، لأنك اعتدت أن تكون الجدار الذي لا يهتز. حتى لو كانت الطعنات من الداخل، تصمت لا لأنك ضعيف، بل لأنك تعبت من الشرح. تكمل الجلسة بجسد حاضر وروح غائبة، تنظر في الوجوه وتفكر: هل يشعر أحد؟ هل لاحظوا أنك تختنق؟ كل شيء فيك يصرخ، لكن الخارج هادئ مطمئن طبيعي جدا. تساعد في ترتيب الطاولة، تستمع لكلماتهم كأنها لا تعنيك، تومئ برأسك دون أن تسمع فعلا، ثم تمضي بنفس الخطوات بنفس الثقل. تغلق باب غرفتك، لا لأنك تحتاج الراحة، بل لأنك تحتاج العزلة. تجلس بصمت وتحاول أن تتذكر آخر مرة كنت فيها بخير، ثم تنام، ليس لأنك بخير، بل لأن التعب انتصر.